أزمة تهدد مباراة مصر وإيران بسبب 106 حضرتك، أنا مش جزائري مش عارف يعني إيه، فده رقم يشار به إلى العيال اللي هي لا مؤاخذة يعني، فاهمني أنت؟ 106. فاحنا هنستخدم الرقم ده عشان ما يحصلش سينيال ولا أي حاجة. المفروض المباراة التي ستقام بعد تقريبا 24 ساعة من الآن في مدينة سياتل الأمريكية. أنا بسجل لكم وأنا في صباح يوم الجمعة تقريبا في مدينة سياتل الأمريكية. في هذه المدينة من كل سنة بتقام احتفالات لهذه الفئة بتوع 106. ماشي. فمصر وايران كانت اعلنت في وقت ثابت من شهر ديسمبر الماضي لما قال كان في اشاره لهذه الاحتفالات، وجددت الرفض المره دي انه عدم اقامه اي انشطه في المباراه خاصه بهذه الجماعه دول يعني. فطبعا الفيفا يعني قالت لك مالناش دعوه، احنا مالناش كنترول على الحاجات ده، وده حدث محلي وكل حاجه، لكن اكدوا على حاجه انه لن يسمح بالرايات دي مش هتكون موجوده في ارضيه الملعب، ولا يفرض على حد من اللعيبه ان هو يكون مرتدي شاره ده مصيبه سوداء يعني مستحيل. لكن قالوا ده حدث محلي سيقام حوالين الملعب، والجمهور ما نقدرش نمنع حد. انت حضرتك داخل 106 بالعلم بتاعك، اتفضل تقعد وسط الجمهور بتاع، ملناش دعوه بيك. بقول لك احنا ملناش دعوه، ملناش سلطان في الكلام ده كله، ما ده موضوعك انتوا دولتين مسلمين بتاع، ده مش موضوعنا في القصه دي، ملناش كنترول عليهم. خلاص. فانت تخيل بقى نفسك داخل يا اللي دافع مش عارف $500 ولا مش عارف ايه بتشجع، وقاعد جنبك 2 106، قاعد 212 هنا ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، حاجه يعني في غاية المهزلة. إلى الآن لم تعلن لا مصر ولا إيران عن الانسحاب من هذه المباراة، ولكن عشان نشوف الساعات القادمة هيحصل فيها إيه. لكن أنا ليا كلام في الموضوع. كأس العالم ده من ساعة ما بدأ وإحنا شايفين فيه يعني ذل ومهانة في خاصة كل ما بعرقي، كل ما هو مسلم، كل ما هو عربي، مشاكل في الدخول، مشاكل في التأشيرات، في المعاملة، في كل هذه الأمور. يعني أليست الدول العربية زي ما احنا عملنا كاس عرب وجميل جدا ومكسر الدنيا ماشي، ليه ما نعملش كمان يعني مش بس كاس العرب، وعلى مستوى الدول الإسلامية كلها والدول العربية والمسلمة كلهم مع بعض نعمل بطولات خاصة بينا تناسب قيمنا وتناسب عقائدنا وتناسب أفكارنا ومجتمعاتنا. لان احنا حتى بمجتمعاتنا، حتى يعني احنا مصر حتى بما فيها عندنا المسيحيين كمان، وبرضه ضد ال 106 والافكار ديت يعني. هي مجتمعاتنا اصلا بغض حتى في ديانه، حتى الولايات المتحده يعني الرئيس ترامب الراجل الواد ده، لكن هو برضه بيحارب التحول ومش عارف ايه والقصص دي كلها. احنا ليه ما يكونش عندنا يعني حاجه خاصه بينا احنا، بدل ما احنا بنتهان كده ويفرض علينا حاجات ضد قيمنا وضد، حتى لو الكلام ده مش موجود في الملعب ومش موجود في شارات اللعيبه، بس احنا ليه نشارك؟ احنا كمسلمين نشارك، نلعب في بطوله ونلعب في مباراه ويكون فيها الحاجات دي موجوده كمان حاجه عاديه. يعني انا اشوف انه والله انسحاب لو اصروا على كده والكلام ده كله دخول هذه الاعلام، انا اشوف انه يعني من الاكرم للمنتخب المصري انه ينسحب، من الاكرم 200%. لانه حتى لو مش موجوده بتاع مجرد الشاشات انكم تشوفوا الجمهور وتكون ظاهره في الاعلام الملونه، لان هم مش هيقتصروا مجرد احتفال كده محلي، لا لا لا، ده هم هيتعمدوا ان هو يظهروا بشكل فج جدا جدا في المدرجات، علشان يقول لك شوفوا في الاول والاخر وصل لك للوعي بتاعك دولتين مصر وايران اهو، ولكن واحنا موجودين اهو في المدرجات عادي، او بيلعبوا وسطينا عادي كجمهور ماشي. فشفتوا ازاي هم بيهددوا قيمنا وعقيدتنا وثوابتنا، ويهددوا اولادنا واطفالنا وكل حاجه. والله شيء يعني مهين. اتمنى ان احنا يكون عندنا حاجه خاصه بينا احنا بعيد. احنا ليه متعلقين ومتشبثين؟ هم مش محترمين لا عرب ولا مسلمين ولا افريقيا ولا اي حاجه على الاطلاق. عليك وعدنا يا ريتنا احنا بنعمل حاجه. والله لو كانت مباراه نهائي كاس العالم، لو كانت نهائي كاس العالم اللي على حساب دينك وعلى حساب قيمك وعلى حساب عقيدتك، يعني تغور في 60 داهيه.